السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير ويا رب يكون الصوت كويس. النهاردة مع مجلة الرهف هنتكلم على رحلة اليوم الواحد، عشان كانت في ناس بتسأل على رحلات اليوم الواحد. احنا النهاردة طلعنا مع كذا شركة، بس النهاردة هنتكلم على شركة لؤلؤة السخنة مع شركة الرهف. تمام. رحلة اللؤلؤة السخنة ب300 الفرد. التحرك الساعة 6:30 من سانت تريز، محطة سانت تريز في شبرا. والرجوع بيبقى على الساعة، التحرك هناك بنبقى المكان اللؤلؤة بيقفل الساعة 5. بتبقى في وجبة إفطار بتاخدها. انت لو عايز تحجز المكان بتاع الشركة، بتنزل محطة سانت تريز أو تركب أي حاجة الخلفاوي شبرا، فوق المحطة على طول الدور التاني، أو في فيصل. برضه العنوان زي ما انتم شايفين مكتوب. مصاريف بتاعة الرحلة 300 جنيه. هما ما شاء الله ما شاء الله بيعملوها يعني 3 أو 4 أيام في الأسبوع، فانت في أي وقت هتلاقيها، في شهر 7، شهر 8، شهر 9، لغاية شهر 10. برضو بتتميز اللي هي عائلات بس، مفيش شباب. الأتوبيسات طبعا مكيفة. الشاطئ هناك شاطئ رملي. مفيش حمام سباحة، في قرية للألعاب. في بقى لو حد عايز يروح اللؤلؤة دي بيات، بيروح يحجزها من دار الأسلحة والذخيرة بتهيألي، أو دار أو جنبه. هو الدار اللي بيحجز لؤلؤة السخنة لو حد عايز يحجز بيات. الأطفال من أول 6 سنوات بيتحسب فرد، وده كده مع رحلات صيف 25. الناس طبعا اللي عندي على القناة، أنا كنت عامل بوست، عامل فيديو عن وادي الريان، برضو بديكوا نبذة بس كده عنها، ب250. والريف العربي 425 ده الفرد. ولو طفل بياخد كرسي بيبقى ب300 جنيه، طفل بدون كرسي 275. افريكانو بارك واسكندرية ب450. انا كل رحلة من دي عامل ليها فيديو لوحده. اتمنى بس كل الناس كده تعمل لايك واشتراك كده وتدعمونا عشان نجيب لكم كل جديد. رحلة اسكندرية ب200. ورحلة بورسعيد وبور فؤاد ب200. برضو انا بقول لكم هنا الاسعار بس احنا عاملين لكل مكان فيديو، هتلاقي فيه فيديوهات لكل مكان. راس السدر 3 ايام 1950. مدة الرحلة 3 ايام بالفطار والعشاء والانتقالات. وده برنامج الرحلة لو حد عايزه يشوفه يوقف الفيديو ويقراه كله. برضو في راس السدر يوم واحد، دي ب375. برضو التحرك بيبقى الساعة 5:30. وطبعا بيعدي بنفق أحمد حمدي. وهنا برضو بيبقى بيقولك اللي فيه زيار مزار عين موسى، بس ده اختياري. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. كل يوم هنعمل لكم فيديو، كل يوم في مكان جديد. عايزين بس ما تنسوش اللايك والاشتراك، وتدعمونا كده عشان نوصل لكم كل حاجة جديدة ان شاء الله.